اكبر عدو لبطاريه تليفونك هو انت. ما تستغربش من الكلام الا لما تتابع الفيديو وتفهم ايه الموضوع، لان معظمنا لما بيجيب التليفون بيستخدمه بطريقه خاطئه. اول يوم بتشتري التليفون صاحبك المحنك يقول لك حطه من 6 ل 8 ساعات على الشحن، يعني اول ما تجيب تليفونك فيه 40% فيه 30% حطه لحد ما يشحن ل 100% وبعدين شيله واستخدمه عادي. مفيش حاجه اسمها حطه 8 ساعات او 10 ساعات او اي عدد ساعات معين، لان كل ده كلام على الفاضي. تاني عدو البطاريه بتاعت تليفونك هو الحراره، انك تستخدم التليفون بتاعك دايما تحت الشمس او تستخدمه في العربيه ودرجه الحراره تكون عاليه. استخدمت تليفونك تحت اشعه الشمس او استخدمته في اي مكان فيه حراره عاليه هتلاقي البطاريه بتخلص معاك بسرعه ودرجه حراره الجهاز بترتفع. ونيجي بقى للوحش اللي ياكل البطاريه بتاعتك ممكن في اقل من شهر شهرين، هو انك تستخدم التليفون وتلعب بيه وهو على الشحن. يا ريت يا صديقي ما تعملهاش خالص، لان ممكن التليفون في اللحظه دي يفرقع في ايدك ويعمل لك مشاكل كبيره انت في غنى عنها. ومن العادات السيئه كمان اللي انت بتعملها، انا قلتها في فيديو قبل كده، انك بتحط التليفون بتاعك على الشاحن وتنام. تليفونك بيعمل عمليه الشحن والتفريغ مئات المرات وانت نايم يوميا، وهي اصلا البطاريه بتبقى متبرمجه على عدد معين من العمليه دي، وانت كده بتحاول تخلصهم بدل في 3 4 سنين في سنه واحده او ممكن 6 شهور كمان. وفي غلطه هي تبان صغيره بس دي من الكبائر، هو ان تليفونك يبقى 50% 60% وكل يوم تشحنه لحد 100%، ما بتسيبوش حتى ينزل اقل من 50 60%. عمليه شحن والتفريغ كامله ان هو ينزل التليفون ل 0% ويوصل ل 100%. البطاريه اوتوماتيك بتتبرمج ان الجزء الاخير اللي انت ما بتخليهاش توصل له ده، سواء كان 30% او 40% وتبدا تشحنها تاني، ان هو مش موجود اصلا. وتيجي بعد فتره لو هي وصلت ل 40% او 30% تلاقيها بتفصل منك مره واحده اكنها 0%. ولازم تخلي بالك كمان من السطوع بتاع الشاشه، لو انت دايما عامل السطوع بتاع الشاشه مرتفع كده هيقلل من جوده وعمر البطاريه. يا ريت من الافضل تعمله السطوع التكيفي او السطوع التلقائي. جميع القطع اللي في تليفونك ليها عمر افتراضي، وانا بدوري بحاول افهمك ازاي تحافظ عليهم عشان يفضلوا معاك اطول فتره ممكنه. لو وصلت لحد هنا يبقى انت من الاشخاص المميزين اللي تليفونهم عمره ما هيبوظ، لانهم مشتركين في قناه مستشفى الهواتف. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان مع مستشفى الهواتف اللي اتكسر يتصلح.